السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. كما شفتوا في بداية الفيديو اليوم إن شاء الله باش نعمل وصفة النواصر، فما اللي يعرفها وفما اللي ما يعرفهاش. بالنسبة للتوانسة لأغلبيتنا نعرفها. لهني كاية عن فلفل، خذيت فلفل أخضر نقليو الفلفل. أنا قليت كان بركة خاطر بصراحة ما نحبش ياسر الفلفل. نكملو هضنا يعني كان نحطو زيت ونحطو الفلفل ونخليو الفلفل يتقلى، نقلبوه على الجهة الأخرى. بعد ما كملنا لهنا الفلفل باش نضيفو الدجاج. هنا على حسب كمية الأفراد العائلة. من هكا نكملو باش نضيف لها عندي لهنا خضرة، عندي سناريا جزر وبصل، خليهم هكاك يتشحطوا بالكدا كما تشوفوا في الفيديو. واللي عندها حمص، خاطر انا عندي حمص طايب باش نضيفه في الاخر، واللي عندها حمص منفخاته في الماء تحطه مع الخضرة ترميه في اللون باش يطيب لها. اذا عندها حمص طايب ترميها في الاخر. نوصل مع بعضنا كيما هكا كيما قاعدين تشوفوا في الصورة. لهني كاين عندي شوية طماطم مكعب، مش باش نكثر، حبتين ولا ثلاثة طماطم كعب. نقلبو هكاك بالكدا باش نخليو الدجاج والخضرة كل تشحط مع بعضها. هكا نوصل هكاك مع بعضنا. نضيفو لهنا الملح، وعندي باش نضيف لها راس الحانوت. الملح حسب الذوق. هنا كاين راس الحانوت. نضيف لها شوية كركم، ونضيف لها طماطم معجونة، ونضيفو الفلفل الأحمر ولا فلفل عكري كل واحد شو يسميه. نحركو هكاك المكونات بالكدا، نخليو الطماطم الواحد تشحط مع الدجاج. خليوها هكاك تشحط مع بعضها بالكدا كما قاعدين هكا تشوفوا في الفيديو. خليها تقلى. نوصل هكاك مع بعضنا. الفلفل الأحمر أضيفه، نضيف فلفل عكري، وبعدها نمرقه بالماء دافي كما قاعدين تشوفوا في الصورة. كمية الماء نغطيه الخضرة والدجاج لازم يتغطى. نكملوا نواصلوا مع بعضنا بالطريقة. شوفوا الدنيا كل تقلات بالكدا. نشوفوا نكملوا نمرقوا، نغطيه على الدجاج وعلى الخضرة، يكون ماء دافي، ونخليوها تطيب. ونكملوا نواصلوا مع بعضنا الطريقة كما قاعدين تشوفوا في الصورة. نجيبوا نحطوا عليها الكسكس ونواصلوا مع بعضنا. نخليه هكاك. هنا عندي ضاي نواصر جايبتها معايا من تونس. هذه هي بس بسها بالزيت.
دخلوا لها زيت بالكدا، نواصلوا بعضنا، حطوا لها الزيت ونبسبسها بيدينا كما تشوفوا في الفيديو كما قاعدين تشوفوا. ندخلوا لها الزيت بالكدا باش كي نحطها تفور ما تلصقش، كي تجي حبة حبة كما قاعدين. الكمية ترجع عليكم، راهي يبذر بعتاني كما قاعدين تشوفوا في الصورة. مادام الصوص بدات تغلي باش نحطها في الكسكاس ونغطيو عليها ونخليوها تطيب. راكم معايا وتشوفوا وتتبعوا في الفيديو. لهني كان نصبها كما قاعدين نكمل. نصب الكل كما قلت لكم تبذر لهنا، وبعد تالي نغطيو عليها ونخليوها تفور التفويرة الأولى. كما هكا هاي لهنا المرقة تغلي ونحطو فوقها النواصر ونغطيو عليها ونخليوها تطيب. هذه لهنا بعد ما فورت التفويرة الأولى هبطها، نمرقو من الفوق بالصوص كما قاعدين هكا تشوفوا في التصويرة، ونعاودو نرجعها مرة أخرى تتفاور. كما قاعدين هكا تشوفوا نسقي فيها بالصوص. نخلطو بالكدا اللي باش الصوص يدخل لها، باش نعاودو نرجعها مرة أخرى تتفاور. نحطها في الكسكاس مرة أخرى ونغطيوها عليها نخليوها تفور. لهنا بعد ما كملت هبطتها المرة الثانية ومرقتها بالقدام، صبيت عليها الصوص ولهنا دخلتها للكوشة مرة أخرى تتجمر. هذه هي، وهذه النواصر نتاعي بعد ما طابت البنات كما قلت لكم لازم تفورها مرتين، وكي تكملوا تفورها تهبطها وتمرقها وتخليوها في الكوشة تتجمر شوية وتشرب الصوص، وبعد تالي تقدمها. هذه هي النواصر نتاعي. والحمص رميته في الاخر خاطر كما قلت لكم عندي الحمص طايب. هذه ما بقى لي كنقول لكم ان شاء الله في وصفة اخرى نعملها مع بعضنا، وصفة سهلة على الاخر وخفيفة ماكلتها خفيفة. النواصر هذه اللي غلبيتها من تونس، جبتها معايا من تونس. وما بقى لي كنقول لكم ان شاء الله في وصفة اخرى نعملها مع بعضنا. وما تنساوش اللي اول مرة يزور قناتي يشترك ويفعل الجرس باش يوصل له كل جديدي ويترك لي تعاليقه. مع السلامة، ما تنساوش تجربوها. مع السلامة.